النص بيقول كل من وقع أنثى دون رضاها. طيب برضو مهم ان احنا نشوف ان المشرع بيعرف المواقع ازاي، او محكمة النقض عرفت لنا المواقع. المواقع هي اشترطت ان هو يكون بالشكل الطبيعي، شكل العلاقة الطبيعية اللي ما بين الزوج والزوجة او ما بين راجل وست، ان يكون ان يحصل علاج في المناطق المتعلقة بده. فبالتالي الاغتصاب الفموي ما بيعدش ما بيعدش كلمة اغتصاب في مصر، ولكن بيعد والشرجي حتى عرض. والاغتصاب الشرجي ما بيعدش اغتصاب. الاغتصاب بواسطة الأدوات أو الآلات ما يعدش اغتصاب. لو في بنت اتعرضت للاغتصاب، ازاي تبلغ؟ ايه خطوات الابلاغ عن حاجه زي كده؟ قانون الإجراءات في مصر وضع علينا الشكل اللي احنا نقوم بيه بالإبلاغ. وهو من اختصاص المأمورين أو ما يسمى في القانون بمأمورين الضبط القضائي، اللي هم رجال السلطة العامة كلهم، من أول بقى أمين الشرطة وضابط الشرطة نقطة الشرطة. كل دول اسمهم مأمورين ضبط قضائي، بيتمتعوا بالصلاحية دي. القانون قال على مأمورين الضبط القضائي تلقي الشكاوى والبلاغات، تمام، ورفعها إلى النيابة العامة، تمام. والنيابه العامه برضو جهه لتلقي البلاغات دي. فانت يجوز ان انت تبلغ في اسم الشرطه، يجوز ان انت تبلغ في النيابه، يجوز ان انت تبلغ عن طريق التليفون اللي هي خط النجده. كل الطرق اللي انت تقدر تبلغ بيها هي متاحه ليك.